أهلا ومرحبا بكم على حوار فرانس 24. 2 سنوات و8 أشهر و28 ليلة، هذا هو عنوان الرواية الجديدة لضيفنا. هذه هي الرواية 12 له. هو شخص معروف في جميع أنحاء العالم ككاتب، ولكن أيضا كشخص صدرت بحقه فتوى في شهر شباط فبراير 1989 لكتابته رواية آيات شيطانية. هذا الضيف هو سلمان رشدي. شكرا على حضورك معنا. شكرا. من الواضح أن حياتك هي حياة خاصة. كتابك الأخير هي عبارة عن مذكرات جوزيف أنتون، حيث كنت تعيش في الخوف وبعد ذلك عدت إلى الحياة العادية الطبيعية. يبدو بأنك في هذه الرواية الجديدة أردت الاستمتاع. في الحقيقة حاولت أن أفعل شيئا يختلف تماما عما فعلته في الكتاب الأخير. حاولت أن أعود وأن أعلن من جديد عن حبي للرواية والقصة، الخيال العلمي، الخيال والرواية بكل أشكالها، وأن أربط بشكل أو بآخر التقاليد الغربية للقصص الخيالي بهذه القصص القديمة الشرقية. وهي من الأشياء التي جعلتني أقع في حب الأدب، ما تسمى الروايات، بما في ذلك ألف ليلة وليلة. يبدو بأن كتاب ألف وليلة هو الكتاب الذي ألهم كتابة هذه الرواية، ولكن هذا النص ليس نصا دينيا. في هذا الكتاب هناك حديث عن الجن بشكل أساسي، حيث للجن ناموسهم وشريعتهم. الجني كيان فوضوي بشكل ما، والبعض يعتقد أن الجني ينتمي إلى التقاليد الإسلامية، ولكن الجني تجاوز هذه التقاليد. وهذا الكائن ووجود هذا الكائن الفوضوي وسطنا بدا لي جديرا بالاهتمام، وهذا ربما يرمز للفوضى التي تنتشر اليوم. وبعض الجن أخيار ويخدمون، والآخرون أشرار، وكلهم بطريقة أو بأخرى مشاغبون. في هذه الرواية الجديدة هناك الكثير من الفانتازيا، ولكن هناك أيضا الكثير من الرسائل. هناك صدام إن شئت، هذا الصدام الذي يعود إلى قرون خلت بين شخصية معروفة باسم ابن رشد، وهذا الفيلسوف الذي ألهم لاحقا والدك ليغير اسم العائلة، أن يغير اسمه، نعم. وبين شخصية أخرى من أصول إيرانية، الغزالي، حيث هناك مواجهة بين العقل والدين. هنا رسالة واضحة. في الحقيقة هذا صراع بين مقاربة قمعية ومقاربة تقدمية للدين. وابن رشد كان يعتبر نفسه فيلسوفا دينيا، ولكنه كان يعتبر نفسه تقدميا، أما الغزالي فقد كان محافظا. وابن رشد لعب دورا مهما جدا في تاريخ الفكر الغربي، ولكن دوره كان أقل أهمية في الشرق، حيث لعب الغزالي دورا أهم. هناك الكثير من الاقتباسات. أنت تقتبس الغزالي وتقول: الخوف وحده يقرب المذنبين من الله. إذا قرأنا هذه الكلمات وأسقطناها اليوم، ربما نتصور أبو بكر البغدادي يتوجه إلى أنصاره. نعم، إلى حد ما. والغريب هو أنه عندما كنت أكتب هذه الرواية لم أكن قد سمعت أحدا يتحدث عن البغدادي أو عن داعش، وأنت كذلك. وتصورت هذا الصراع كرواية، ولكنه تحول إلى واقع، وكأنني قلبت الأمور. أنا آسف أن هذا الكتاب تحول إلى حقيقة، ولكن هذا ما حدث. ولكن هذا كله أتى من قصتك ومن تصورك ومن قضيتك وتحذيراتك. نظرتي نحو الدين سلبية. هذه استعارة، ليس فقط نحو الإسلام، نحو الدين بصفة عامة. الدين حسب رأيي شيء يجب أن يتخلص منه الجنس البشري. وأحد شخصيات الرواية
يقول أن يمكن ننظر إلى الآلهة كالآباء كآباء الإنسان، ويجب أن نتخلص من الآباء عندما نكبر. نعم، في النهاية تقول يتم تجاوز الخوف عندما يتحرر الرجال والنساء كما يتحرر الأبناء شيئا فشيئا من الآباء. نعم، حان الوقت لكي لا نعيش مع أبوينا. ولكن هذا لا يحدث في الواقع. نعم، هذا لا يحدث، لكن هذا ما أوصي به، ربما هذا أحسن. أظن أن فكرة الإله نعرف مصدرها، هذه فهي تمثل محاولة لتفسير أصولنا وحيث نذهب، وأيضا إدارة أخلاقية لشؤوننا، ولا أظن أن هذا في حد ذاته سلبي، ولكن هذا اليوم انحرف عن الطريق السليم. لذلك يقول الكثيرون بأننا كلنا سلمان رشدي اليوم، ليس فيما يتعلق بحياتك. وفي إحدى لقاءاتك أنت تقارب الأمر بفيلم الطيور لألفريد هيتشكوك. نعم، شعرت أن ما حدث مع الآيات الشيطانية أن هذا كان الحلقة الأولى من شيء تحول إلى مسلسل. في الحقيقة أصبح السماء مليئة بالطيور بعد هذا الطير الأول. نعم، هذا الكتاب يصف ما يحدث في العالم، لأنني عبر رواياتي هذا ما أحاول فعله، والقراء سيرون ذلك في هذا الكتاب. نعم، وهذا ما أريده، ولكن في نفس الوقت هذا الكتاب ليس وصفا واقعيا لما يحدث في الشرق الأوسط، لأنني أحاول أن أتجاوز ما هو آلي وأن أبلغ ما هو عام وشامل. وحاولت أن أصف هذا الصراع بين العقلاني واللا عقلاني. هذا الصراع ليس جديدا، هذا الصراع جار منذ زمن بعيد، وهذا صراع خارجي وداخلي أيضا. هذه معركة داخل الإسلام، ولكن هذا الصراع داخلي لكل البشر. كلنا لدينا جانب لا عقلاني يتعارض مع الجانب العقلاني، والكتاب عن كل هذا، عن ما يحدث في العالم، ولكن يجب أن ننظر إلى هذا من وجهة نظر أعم في نفس الوقت. سلمان رشدي، هناك جدل نشهده بشأن الإسلام، تسمية الإرهاب الإسلاموي. هناك هذا الجدل في الولايات المتحدة الأمريكية، في المملكة المتحدة، في فرنسا. هل تعتقد بأن الناس يخافون من تسمية الأشياء بأسمائها، بأنهم يخشون على حياتهم؟ في الحقيقة أظن أن ما يخشونه هو أن هذه التسمية قد تؤدي إلى تبعات سلبية على أبرياء، فالبعض لا يريد أن يخلط بين الإرهاب الإسلامي والمسلمين، ولكن في الحقيقة رغم هذا إرهاب إسلامي. كل من يقترف هذه الأفعال يقول أنه يفعل ذلك باسم الإسلام، ولذا فمن الغريب أن نقول أن هذا إسلامي. هذا شكل من أشكال الإسلام ينبذه أغلبية المسلمين. هل هذا فقط غير معقول أم مقصود؟ هذا في الواقع الأمرين في نفس الوقت. الرئيس أوباما لا يستعمل هذه العبارة الإرهاب الإسلامي، وهذا يخدم مصالح اليمين. وأظن أنه في العالم الإسلامي في حد ذاته من المهم جدا أن تسمى الأمور بأسمائها، وأرى أن المفكرين عبر العالم الإسلامي بدأوا يفعلون ذلك. هل أنت على ثقة بأن هناك الكثير من المفكرين في العالم الإسلامي هكذا يفكرون؟ لست متأكدا من أي شيء. عندما يصاب المرء بالسرطان لا يمكن أن يشفى إلا إذا ما اعترف وأدرك أن هذا السرطان في جسدك. هذا شكل من أشكال السرطان في الإسلام، ويجب أن يعترف أنه داخل الإسلام وليس منفصلا عن الإسلام. أنت تعتبر مدافعا قويا عن حرية التعبير على الطريقة الأمريكية، ولكن أيضا تدافع عن العلمانية على الطريقة الفرنسية إذا جاز التعبير. ومن الواضح هناك دائما جدل في الولايات المتحدة الأمريكية وفي المملكة المتحدة وفي فرنسا. في الصيف الفائت كلنا شاهدنا الجدل حول البوركيني. البعض هنا في فرنسا يعتقدون بأن هناك مبالغة في هذا الأمر، بأن الأمر لا يتعلق بالدفاع عن المرأة أو العلمانية، وإنما هو هجوم على المسلمين.
وصلت إلى فرنسا في الأيام الأخيرة، إذا لم أتابع المسألة بتفاصيلها، ولكن أود أن أقول أنني أنبذ الحجاب والنقاب والبوركيني والبرقع، وأنا أنحدر من أسرة مسلمة تتضمن عدة نساء، ولو كنت حاولت أن تقنع أي منهن بأن تلبس الحجاب أو البوركيني، لا من المحتمل أنها كانت ستضربك. وأنا أرفض تماما أن تعامل النساء بهذه الطريقة، ولكن في نفس الوقت لا أظن أن هذا من مهمة الشرطة أن تحضر هذا. وأجد من الغريب والمزعج أن نرى رجال الشرطة يأمرون امرأة على الشاطئ بأن تخلع ملابسها، وأظن أنه كان من السليم أن يقرر مجلس الدولة أن يلغي القانون، ولكنني أنبذ البوركيني لأنه رمز لسيطرة الرجال على النساء. البعض قال أن حظر البوركيني يمنع النساء من الذهاب إلى الشاطئ، ولكن ما يمنع النساء من الذهاب إلى الشاطئ هو الرجال الذين يمنعهن من الذهاب إلى الشاطئ بدون البوركيني، ولكن هذه مسألة لا يجب أن تكون مهمة الشرطة والقانون. قبل عدة سنوات كتب سامويل هانتنغتون كتابه عن صدام الحضارات، وكان هناك نعت لهذا الكتاب بأنه مبالغ فيه. اليوم يعود البعض إلى ذلك الكتاب ويقول انظروا ما يحدث. فرضية هانتنغتون تزعجني لأنها تبدو لي مبسطة، وكأن هناك شيء اسمه الإسلام وشيء آخر اسمه الغرب، وأنهما يتصارعان. وما يمكن أن نراه هو عندما ننظر إلى العالم الإسلامي هو أن المعركة أساسا تحدث في العالم الإسلامي بين السنة والشيعة، ونرى عدد المسلمين الذين يقتلون على يد المسلمين أكبر كثير من الذين يقتلون على أو تحت قنابل الطائرات الغربية. فهذه الفرضية تتجاهل الصراع الجاري داخل العالم الإسلامي. هل أنت على ثقة بأن العالم التقدمي سينتصر؟ ليس بالضرورة، هذا ما أتمناه، ولكن هذا ليس حتميا. الخير لا ينتصر دائما